إذا ما قدرت ترفع راس أبوك لا توطي. السلام عليكم. قصتنا اليوم من سوريا وتحديدا بمدينة حلب، عن رجل متزوج، وهذا الرجل يتيم، لا عنده عمام لا عنده اخوال، مثل ما بقولوا مقطوع من شجرة، وبيتمنى من رب العالمين انه ربه يبعث له اولاد يكونوا له عزوة بهالدنيا وعكاسته على كبر. لكن اول مولود اجاله بنت، والتاني بنت، والتالتة بنت، والرابعة بنت، ويقول الحمد لله رب العالمين. لكن بكل صلاة هالزلمة يقول يا رب اطعمني ولد خليه يسند على كبر، عندي هدول البنات الأربعة، يا رب يجي لي ولد يكون سند إلهم. وبالفعل بعد عدة سنوات وسنوات طويلة رب العالمين بيطعمه ولد بسميه مهند. وهذا مهند كان مدلل كتير عند أهله، أبوه مبسوط فيه وأمه حتى خواته كانوا يدللوه. شو ما يطلب مهند يكون بين ايديه، اول ما يفتح تمه كان ابوه يجيب له اياه، يعني دلال زايد كتير كتير. تروح الايام والسنين ويصير عمر مهند 17 سنه بالمرحله الثانويه. لكن مهند كان عنده مشكله انه ما محترم، وكان مرافق رفقه عاطله، وعطول مغلبه لابوه، عطول مشاكل، يتخانق مع الجيران، ومشاكله اكتر شيء مع خواته كمان بالبيت. ويا ريت هاي المشاكل وصلت لهون بس، وصلت حتى بقلب المدرسة ويشتكوا منه الأساتذة. بيوم من ذات الأيام بيتصل ضابط من الشرطة بأبو مهند، بيقول له تعال لعنا على القسم الفلاني، وبالفعل يروح لهناك ويلاقي شخص قاعد كبير بالعمر شوي ومهند. قال له الضابط هذا ابنك؟ قال له ايه يا سيدي هذا ابني. قال له هذا ابنك الله يعينك عليه. قال خير شو عمل؟ قال هذا كل فترة وفترة بوقف على مدرسة البنات، وياما اجت الأساتذة يشتكوا على هذا الولد، ونحن هاي أول مرة بندعيك، وهاي أول مرة يا أبو مهند وآخر مرة، بدك تنبه على ابنك وتدير بالك عليه، وإذا هذا الرجل ما تنازل عن القضية هلأ ابنك بده ينحبس. أبو مهند من شاء الله يا عم والله العظيم مالي غيره، أقسم بالله إجى على هالدنيا بعد طول انتظار، من شان الله من شان الله واللي بدك يا بصير. قال له خلص خلص والله كسبت لي قلبي، خلص عمي أنا بتنازل على القضية. بالفعل يتنازل على القضية، وأبو مهند ياخذ ابنه على البيت ويبلش فيه وضرب. لك انت ما بتخاف الله؟ لك انا شو قصرت تجاهك؟ لك ليش بدك توطي راسي؟ ليش يا مهند؟ يقول له انا ما دخلني، انا ما بلطش البنات. قال له يا ابني من شان الله طول بالك علينا، يا يابا طول بالك، هدي علينا شوي. قال له ماشي ماشي. هدي له شي اسبوع زمان اسبوعين زمان، ورجعت حليمه لعادتها القديمه. بيوم من ذات الايام بتيجي مره بتسكن بالطابق اللي فوق بيت مهند بالشقه، يعني الشقه الفوقانيه. الام اسمها أميرة والبنت اسمها لبنى. البنت هاي لبنى كانت لعوب كمان روح قلب الشباب وتلعب على الشباب، والام لسه افظع من بنتها. الام كانت تاجر بالمخدرات، وكان عندها رجال ومجموعة وكذا. وهاي البنت اول ما شافت مهند طار عقله فيه، صارت تنزل عند خواته البنات وصار بيناتهم علاقة. وطلع مهند لعنده لفوق. اما لما شافت مهند عم بتردد عندها كتير خلته يأدمن على المخدرات، وصارت تشغله معه بالمخدرات. وهذا ابو مهند ما دريان بالقصه نهائيا. بيوم من ذات الايام ابو مهند رجع على البيت ولا لقى لبنى، هاي البنت ما بيعرفن هو، قاعده على الكنبه بالصاله. قال لها ولابسه شورت. قال استغفر الله العظيم استغفر الله، تعي تعي يا لبنى تعالي. بنت مين هاي؟ قال هاي بنت جارتنا اللي ساكنه فوق اميره. قال له ها يعني هاي رفيقة بناتنا؟ قالت له لا لا هاي صديقة ابننا مهند. قال له شو انت مجنوني شو عم تحكي؟ ليش عندنا هاي العادة الولد يصادق بنت ويجيب اللي عنده على البيت؟ قالت له انا شو بعرفني، انا تغلبت مع ابنك، روح انت اطلع لعند امها واحكيها. طلع لعندها لفوق. اول ما شاف ابو مهند فتح تمه ورخى ايديه، انغرم بالمرة. المرة هاي لسه احلى من بنتها بمليون مرة. وابو مهند صار ليل نهار نسي مهند ونسي مرته ونسي الدنيا كلها، وطول الوقت عم بفكر بام لبنى. لكن بعد فترة راحت السكرة واجت الفكرة. قال انا شو عم بعمل؟ عشان شهوتي ونزوتي اضيع اولادي واضيع ابني مهند اللي انا لما اجي على هالدنيا حسيت انه الدنيا كلها عم تضحك لي. راح لعند رفيقه، قال له الحقني الحقني. قال له خير شو في؟
قال له يا ابن الحلال، ابني غلبني بهالدنيا، ويوم من الايام اجت عنا جاره سكنت فوق، وصار ابني يطلع وانغرم بالبنت، وانا بدي اخلصه من هاي الورطه، رحت انا علقت بامها وصرت احبها. قال له لا حول ولا قوه الا بالله. قال له اسمع لي اقول لك، الاب لازم يكون قدوه لابوه. هلا اذا انت بدك تروح تنصح مهند ما راح يرد عليك، راح يقول انت ليش بتحب الام، انا بدي احمل بنت. قال والله معك حق. وراح لهناك وبلش يهدي على مهند دان من طين ودان من عجين، ما يسمع. شو بده يعمل؟ كل فترة وفترة ينصحه، لكن بيوم من ذات الأيام رجع على البيت أبو مهند، ولا بتقول له مرته يا أبو مهند يا أبو مهند. قال لها خير شوفي؟ قالت له الحق الحق. قال له لك شوفي؟ قالت له ابنك عم بتعاطى مخدرات. لك شو عم تقولي؟ قال ايه والله، وانا عم بغسل له البنطلون هذا وعم بفتش له بالجيوب، ولا لقيت هاي القطعة. طلع هيك صار ضغط راسه، شو بده يعمل؟ راح لعند رفيقه قال له الحقني، ولك قال له خير شوفي يا زلمه انت جننت شو مالك؟ قال ابني مهند. لك قال شو بو ابنك مهند؟ قال له يا حبيبي ابني عم بتعاطى مخدرات. قال له صلى على النبي. قال له اقسم بالله العظيم. قال له ليش كيف عرفت؟ قال امه بدها تغسل له البنطلون ولقت معه هاي قطعه الحشيش. قال له طيب ما بتعرف منين عم بيجيب؟ قال والله ما بعرف. قال له ليك ابو مهند عم بقول له لرفيقه، قال له انت محنك بالحكي وفي عندك اسلوب للاقناع، شو رايك تحكي مع ابني انت، بركي لعل وعسى. قال له ماشي. المهم بيوم من الايام اخذه لمهند لعند رفيقه، قعد هو وياهم وحكى. طلع ابوه لمهند لبرا، قال له اسمع يا ابني بدي اقول لك، بصراحه اهلك عرفوا بالحشيش اللي كان بجيبتك وانت عم تتعاطى. قال مستحيل. قال لا والله هاي هي. قال ايه والله مزبوط. قال له يا عم شو اعمل؟ قال له روح بلغ عنهم. عند مين انت اللي اخذت هاي قطعه الحشيش؟ قال بصراحه من عند جارتنا هاي اما للبنى، هاي بتتاجر بالمخدرات وصرت اتعاطى شيء على الخفيف انا، وصارت تشغلني معها بتجاره المخدرات. قال له خلص روح سلم قطعة الحشيش هاي وقول لهم انا بدي ادلي بمعلومات عن تاجرة مخدرات. قال طب بركي مسكوني يعني حبسوني. قال له لا لا خلص شو بدك انت، قوم نروح انا وياك. وبالفعل راح اشتكى عليهم، والقوا القبض على لبنى وحطوه بالسجن وحكموه لمدة 10 سنين سجن. ولبنى لأميرة عفوا. ولبنى بعدين تركت الشقة وراح سكنت بشقة تانية. ارتاح أبو مهند من وجع راس مهند، لكن مهند زي ما بقولوا دنا بالكلب أعوج. رجع مهند لعادته القديمة، يعتدي على الناس ويلطش العالم ويلطش كذا. شو بده يعمل؟ بيوم من ذات الأيام بيجي مهند على البيت، كان قاعد أبوه وأمه وأخواته. أول ما فات قال لهم اسمعوا لكم، أنا هلأ صرت رجال. قال له ابوه الله يطول بعمرك يا حبيبي. قال له سمعني سمعني اسمعني اسمعني. قال له خير شو بدك؟ مدلل. قال له حبيت وحده وبدي اتزوجها. قال له ابويا مهند يا بابا بعدك ما خلصت البكالوريا انت بدك تتزوج؟ انت لقمة الاكل لما امك بتتاخر عليك على لقمة الاكل بتصير تبكي، مصروفها وحياتك الشخصيه وكذا كلها حسابنا يا مهند. يعني اذا تزوجتها منين بدك تصرف؟ لا عندك وظيفه لا عندك شهاده لا عندك. قال له ما دخلك انت المهم عرنا سكوتك. قال له لك ليش عم تحكي معي؟ المهم مد ايده ابو مهند على ابنه، ضربه كف واحد، اجى مهند ضرب ابوه كفين. ابوه لمهند قاعد هيك بالارض ودمعته على خده. قال له يا مهند عم تضرب ابوك؟ لك انا شو عملت لك؟ لك شو قصرت تجاهك؟ لك ما اللقمه قبل ما احطها بتمي بروح بسال امك واخواتك مهند اكل ولا ما اكل. لك يا مهند ليش هيك عم تعاملني؟ قال له خلاص اسكت، بدي اتزوجها ان قلت ايه وان قلت لا. وتاني شيء حبيبي اذا عم تعيرنا بلقمه الاكل ما عاد اقعد بالبيت. سحب حاله وطلع مهند. شو بده يعمل؟ المهم بعد فتره عرف مين اهل البنت اللي بده يتزوجها مهند. راح لعنده على البيت، السلام عليكم. وعليكم السلام. فات لجوا قال له انا ابوه لمهند اللي بده يتزوج بنتك. قال له يا اهلا وسهلا فيك. قال له ليك عم بقول لك شغله، اي شيء بيعمله مهند انا متبرى منه، انا ما إلي علاقه. ابني شب عواطلي لا شغله ولا عمله وما فالح بالدراسه،
ولقمة الأكل بياكله من البيت عنا، لا عنده مصروف ولا عنده شيء ولا عنده وظيفة. وإذا أنتم بدكم تجوزوه، زي ما بقولوا على نفسها جنت براقش، ماشي وسحب حاله ومشي ووكل ربه بهالموضوع. دري مهند إنه أبوه إجا لعند أبوها لحبيبته، وبلش يقول له إنه مهند ما لازم تجوزه وكذا، نقم على أبوه وحقد على أبوه. راح لعند صديقته هاي اللي بده يتزوجها، قال لها اسمعي يا حبيبتي، بدي اقول لك ابوي اجى خرب الدنيا علي، ماشي، وابوي ما موافق على الزواج، مهليني فتره لحتى انا اكون نفسي والم لي شويه مصاري ويصير لي وظيفه ونسترزق من وراها واتزوجك. قالت له اسمع لاقول لك حبيبي، يكون بعلمك انا حامل. قال لي شو عم تحكي؟ قالت له ايه والله، يعني بدك اسرع قدم فيك اذا دريوا ابوي او عيلتي انه انا حامل ومنك، اقسم بالله لا يقتلوك قبل ما يقتلوني. قال لها طب يا بنت الحلال، يعني انت ضروري قالت له كيف ضروري؟ كيف ضروري يعني؟ هذا الشغله ما بايدي ولا بايدك، غلطه مني ومنك، لا تحملني الذنب. قال لها ماشي ماشي. تصوروا مهند شو عمل؟ مهند راح على السجن عند ام لبنى، اخذ الزياره وفات لعندها. اول ما شافته ام لبنى قالت له يا حقير يا كلب، شو هالجرأه اللي عندك بتخليك تيجي لهون؟ قال له اقسم بالله انا اللي فسدت عليك انك بتتاجر بالمخدرات، بس ابوي قال له وابوي حرضني، وانا بصراحه جاي لهون عم بقول لك عشان تنتقمي من ابوي لانه انا حابب انتقم منه. قالت له ام مهند طيب ماشي خير، شو بدك هلا؟ قال لها اسمعي لي اقول لك، انا داخل على عرضك. قالت له شوفي؟ قال لها بصراحه متعرف على بنت، والبنت حامل، واذا دريوا اهلها والله ليش يقطعوني شقف. قالت له خير شو بدك هلا؟ قال لها شغليني معك. قالت له شو بدي اشغلك انا بالسجن؟ قال لها انا بعرف عندك جماعتك برا وكذا، خليني اروح مثل زمان لما كنت اتاجر ابيع لك المخدرات، خليني اشتغل واطلع لي كم ليره. قالت له طيب ماشي، خذ هذا العنوان، بتروح عند هدول الجماعه بالمكان الفلاني بالوقت الفلاني بالوقت المناسب عفوا، وهني بتصرفوا معك. قال ماشي. ام لبنى براسها موال، بدها تنتقم من مهند ومن ابو مهند ومن عيلة مهند كلها. بعد يومين بجيت بنتها لعندها، قالت لها اسمع لأقول لك، بتاخدي هاي الورقة وبتعطيها للجماعة هدول عشان مهند. قالت لها شو بدك بمهند؟ كمان بدك تساعدي رغم انه حبسك؟ قالت لها انت ما دخلك، انت روحي خبريهم وبعد يومين تعال عندي. وبالفعل راحت لبنى خبرتهم ورجعت لعند امها بعد يومين. قالت لها اسمعي، باليوم اللي مهند بيستلم فيه مخدرات وبيسلموه مسدس على جنبه، قال ايه، بتروحي انت بتخبري اداره مكافحه المخدرات انه في شخص اسمه مهند عم بتاجر من المخدرات، وهذا الشخص نفسه اللي كان يتاجر من المخدرات اتهم امي بتجاره المخدرات مع العلم انه هو اللي بتاجر. قالت له ماشي. وبالفعل يوم التسليم ومهند كان معه السلاح، تتصل لبنى باداره مكافحه المخدرات بتقول لهم انه الساعه الفلانيه بالمكان الفلاني في شخص اسمه مهند تاجر مخدرات عنده تحميل او عنده حامل مخدرات. وبالفعل يروحوا هناك. مهند كونه مراهق وشايف حاله قد الدنيا صار يطلق رصاص على رجال الامن، لكن رجال الامن قدروا يقوسوه 6 رصاصات بجسمه ومات مهند. بيتصلوا بابوه لمهند بيقولوا له رحمه الله على ابنك توفى بتبادل اطلاق رصاص لانه كان حامل مخدرات. الاب اول ما سمع هاي الكلمه يوقف قلبه ويموت. امه لمهند اول ما سمعت انه ابنها اتقوس ومات وزوجها وقف قلبه ومات، المراه وقعت بغيبوبه، وبعدين بعد ما فقت من الغيبوبه مع شلل نصفي، والبنات اتيتموا. وهذا بسبب الدلال الزايد للبنت وللولد بنفس الوقت. وهي نهاية قصتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.